حاولت تذاكر ساعتين أو 3 ساعات متواصلة وفجأة وإذ بك تمسك الموبايل وتتصفح زوايا التواصل الاجتماعي من فيس وانستجرام وواتساب. ده يا سيدنا بما يعرف بالتشتت الذهني وله أسباب كتيرة جدا، واللي من أهمها إنه بيضيع وقتك وجهدك وإنت مش بتحس بكل ده. فخلينا يا سيدنا أوضح لك بعض المعلومات المهمة عن التشتت وإيه فوائده وإيه أضراره اللي أكتر من فوائده. وخلينا طبعا اقول لك على الحل، بس في نهايه الفيديو ما تنساش اللايك والكومنت الرائع. وخلينا اقول لك على شويه المعلومات. اول معلومه معانا سيدنا ان المخ البشري مش متعدد المهام بكفاءه عاليه جدا. يعني ان المخ البشري لو حاولت انك تعمل مهمتين في نفس الوقت اكيد جدا مش هيركز في ولا واحده منهم. واللي اثبت بعد كده ان الانتاجيه من التركيز من النتيجتين دول بتكون بنسبه 40 ل 50% بس من الانتاجيه. خليك عارف يا سيدنا ان كل ما بتزيد مصادر التشتت المخ بيحتاج وقت اكتر عشان يرجع للتركيز مرة تانية. وده معناه ان ساعات اكتر بتضيع في المذاكرة بلا فايدة. المعلومة التانية سيدنا وهي تأثير التشتت على الدماغ. التشتت المستمر بيخلي المخ يفرز الكورتيزول، والكورتيزول ده سيدنا اضراره ان هو بيزود القلق والتوتر، بل كمان بيقلل التركيز في المذاكرة. بالإضافة كمان يا سيدنا إن حاجات بسيطة في يومك ممكن تزود من التشتت وتقلل من تركيزك، زي إشعار الموبايل أو نوتيفيكيشن جاتك عن أي تطبيق ممكن يجيلك. ده بيأثر على نسبة استيعابك بنسبة كبيرة جدا وتقلل من نسبة تركيزك في أي مادة علمية كانت. تالت معلومة معانا يا سيدنا وهي الحل العلمي لكل هذا التشتت. خليني أقول لك يا سيدنا إن أفضل طريقة لتنظيم وتقليل التشتت وهي تنظيم مهامك اليومية أو تنظيم وقتك اليومي. العلماء أثبتت أو الدراسات أثبتت كمان إن نسبة المذاكرة لو ذاكرت مثلا من نسبة 25 دقيقة ل30 دقيقة وخدت 5 دقايق استراحة بيكون فيهم كمية تركيز أعلى أكتر لو ذاكرت 3 ساعات متواصلة بدون إفادة إطلاقا. وده كله بيتم بحسب ترتيبات أنت مرتبها أو تخطيط ليومك. وخليك عارف يا سيدنا إن التخطيط اليومي أو من بداية اليوم ده بيزيد من نسبة استيعابك للمعلومات أكتر، وبيزيد من نسبة تركيزك، وبيقلل من التشتت بنسب كبيرة جدا. والحل يجي هنا سيدنا إزاي تخطط يومك وإزاي تنظم وقتك وإزاي تقدر تمشي بترتيب تسلسل ممتاز جدا في يومك، وهو في بلانر مدارك. يعني تخطيط يومي وأسبوعي موجود. تحدد وقت كل مادة وقت الراحة وتقلل التشتت. إبداع المدارك يا سيدنا مش مجرد ورق وخلاص، دي مجرد معلومات ومجرد تخطيط ليومك بالكامل، من قيام الليل حتى انتهاء اليوم بأذكار النوم بكل التفاصيل اللي هتمر بيها في يومك. إضافة كمان إلى تخطيط الصلاة والعبادة، يومك يبقى منظم وروحانيا وعقليا كمان.